النادي الاهلي بدايه حماسيه جدا للقاء. وسام بشماله يلعبها ناحيه اليمين عند طاهر ببطن رجله، عايز يلعبها لوسام، تعدي من رجله وادي التشتيت من دفاع فريق مودرن سبورت. ارنولد ديبا يرقص الاول يلاقي الثاني، ترجع لطارق طه، عايز يعدلها على شماله طارق طه، عرضيه ارضيه المره دي، لكن كالعاده محمد عبد المنعم يقطعها توصل عند امام عاشور يزقها لكن مش لحد. منتشرين بشكل كويس لاعبي نادي مودرن سبورت. وثاني او خدها في الاول حلو بالمزوره عند طاهر، عايز يرقص لكن مقطوعه من طارق طه، وترجع تاني. بص المساحات اللي موجوده في ارض الملعب. على يمينه كريم فؤاد يعمل الكره العرضيه، عمرو السيسي يشتت، لسه اسامه ابو علي التاكلينج لقفشه، ادي التسديده لكن حكم اللقاء مديها فاول. واسامه ابو علي يجي يصلحها لقفشه، حكم اللقاء يقول فاول. مين اللي لمس الكوره؟ اسامه ابو علي ولا كان على قفشه؟ مره ثانيه على الارض يسلمها لاسامه ابو علي، تهرب من تحت رجله، ده واحده لحسين الشحات، عايز يرجعها لاسامه ابو علي لكن لمسات قصيره كتير، واحد اثنين تولد في الثالثه تتقطع وتتلعب الكره الاماميه. شعبان ترجع لطاهر، عايز تسديده لكن التسديده بره الثلاث خشبات ارضيه. ادي قفشه يستلم على حدود ال 18، حلوه لامام، الفكره حلوه، الفكره حلوه قوي، لكن قفشه بيقول له بص، قفشه بيقول له ايه، فكرته حلوه، خد بالك. ادي قفشه لعب الاولى وراح له علشان يستلم الثانيه، لكن امام حب احمد عاطف كره طويله، يطلع الشناوي من المرمى برجله، ولكن حكم اللقاء دي اوفسايد، اوفسايد على احمد عاطف. جمهور الاهلي بينتفض في هذه الاثناء ضد طاهر مع كريم، لكن طاهر عايز يعدي من وسط اثنين، طاهر تولد من يخلي الكره معاه حسين مضغوط عليه ويكسب ضربه ركنيه. كورنر حسين الشحات يلعب الكره العرضيه، دي الرأسيه على طريقه ليفربول، بقى 1 على 2، يلعب الكره العرضيه بالقدم اليسرى، ترجع عند امام عاشور، قدامه طاهر محمد لكن امام يستلم، امام يغير اتجاهاته، ترقيصه الكباكا، يعدي امام مع طاهر يحاول يستلم من وسط اثنين، لكن طاهر مع كريم يلعب الكره العرضيه عند وسام، ودي الرأسيه لكن عاليه. ارنولد ديبا وتسديده، هدف اول لصالح فريق مودرن سبورت بمجهود فردي لوحده تماما، اعتمد على نفسه ارنولد ديبا وصدق نفسه، وعدى من واحد، عدى من الثاني وسدد. طلعت يوسف، ادي ارنولد ديبا، بص عدى من مين؟ عدى من امام وعدى من اكرم، وادي كمان رامي، وقدامه محمد عبد المنعم، والتسديد بص الاسماء اللي انا بقولها، اللي عدى منهم ارنولد ديبا، والتسديده في الشناوي على يمينه على الكره العرضيه على الزاويه البعيده، طاهر يجي يسدد لكن الكره ما تلبسش في وش رجله، ترجع عند طاهر مره ثانيه. الاهلي هيدوس بنزين، يا ولد لخالد عبد الفتاح، يلعب الكره العرضيه على الزاويه البعيده، ولكن عمرو السيسي طلعها ضربه 18، يلعب الكره على القائم الاول، تترد مره ثانيه لكن لمين؟ عند احمد عاطف وحسين الشحات، ياخدها لاعب مودرن سبورت احمد عاطف، يحاول يعدي بنفس الطريقه هو الكاميروني مره ثانيه مع احمد عاطف، 2 على 4، يعدي احمد عاطف بيفكر في التسديد، يمررها للي جاي من ورا لقدام المغربي عبد الكبير الوادي، يعمل الوان مقطوعه من رامي ربيعه، امام عاشور بيرفع ايده للاعيبه الاهلي، الطرف الشمال لصالح النادي الاهلي، حسين الشحات يسلمها لقفشه، هيستنى اكرم اللي جاي من ورا لقدام، اكرم على الارض لوسام، يلف ويدور من وسط 2 3، يعمل الباص مقطوع من محمود. الاهلي دايس بنزين، قفشه يعدلها، قفشه عايز يلعبها في سن الجزمه لكن اراها غنم محمد. اكرم توفيق، ترقيصه حلوه من اكرم ببطن رجله لامام عاشور، امام يحاول يعدي من كباكا، امام يفتح اللعب ناحيه اليمين، خالد عبد الفتاح هل يتقن العرضيه؟ ادي العرضيه وادي الرأسيه، لكن الكوره اللي خبط احمد عاطف يكمل ارنولد ديبا ويكمل عبد الكبير الوادي، تتلعب ولكن توصل عند كباكا على الارض، خطيره لعبد الكبير الوادي، عايز يرقص جوه 18، تتقطع من خالد عبد الفتاح، يلعب الكره الاماميه، طلعها لبره عند حسين الشحات، لمسه والعرضيه على القائم الاول، تترد الرزق امام عاشور، ولكن محمود حمدي اللي جاب 4 ركنيات في الشوط الاول فقط. ادي العرضيه، تعدي فرصه وهدف، ولكن حكم اللقاء هيقول ايه؟ حلوه الزاويه دي تقدر كمان. ادي حسين الشحات، هل فيها لمسه يد ولا الكوره هنشوفها؟ حكم اللقاء قفشه يدي لنفسه المساحه، ممكن يرجعها للشحات، يعدلها ويلعب الكره العرضيه، فيها خطفه من قفشه، ترجع لامام، فرصه للتسديد، امام عايز يعدلها على شماله، فكر بيمينه، تتقطع منه لكن ترجع لخالد عبد الفتاح مره ثانيه، يتحرك له امام سبورت في الطرف الشمال، خطيره عند عبد الكبير الوادي، عبد الكبير يشتغل جماعي لاحمد عاطف اللي عايز يرقص لكن توصل لايبه، عايز يلعب العرضيه عند احمد عاطف، يستلم جوه 18، احمد عاطف وسط 4، صعبه السيسي لوحده تماما عند سن ال 18، عمرو السيسي على الارض عايز يلعبها لايبه لكن يقطعها بعقل، ما لاعب تتلعب الكره العرضيه، وادي الرأسيه امام عاشور يسجل ويرفض الاحتفال ويقول للاعيبه الاهلي ارجعوا مره ثانيه،
لسه المهمه ما خلصيه، ولكن قفشه لعبها له دواء على القائم الاول. بص التوجيه دي شومه في المرمى من امام عاشور، يسبق ويحطها يركض في الدقيقه ال 45 في الدقيقه الاخيره من حسين الشحات قريب ليه قفشه، لكن حسين هو اللي يلعب الكره العرضيه، وعلى طول محمود حمدي برضو من المتالقين في الشوط الاول على منعم. حسين الشحات يلعب الكره العرضيه عند نقطه البينالتي، لا تعدي الكل وتوصل عند عمرو السيسي. بدايه هجمه مرتده لصالح مودرن سبورت. عبد الكبير الوادي سباق سرعه ما بينه وما بين خالد عبد الفتاح، وقفشه اللي مأخر نفسه يرجع على الارض لحسين الشحات اللي دخل في العمق عايز يردها لقفشه، لكن اطول من اللازم توصل. صرت تلعب الكره العرضيه وحمدي يطلع سوبرمان مودرن سبورت يطلعها على طول، تترد لحسين الشحات ياخدها بترقيصه. ارنولد ديبا يقطع، تترد لخالد عبد الفتاح. 6 جوه 18. حسين الشحات في فنت هيتعمل، حسين يموه وقفشه يلعب الكره العرضيه، وادي الراسيه من تحت لفوق. اهلاويه ربع ساعه بطبع النادي الاهلي، وادي الراسيه تاوي يسجل من اول لمسه، مش من اول همسه، دي من اول تتلعب العرضيه. وادي بيرسي تاو من وسط اتنين يسرقها ادي العرضيه، وادي من وسط اتنين. ده ما عملش الجامب لفوق، ده نزل لها لتحت. تتلعب الركنيه، ولكن الراسيه المره دي تترد. ممكن فرصه لصالح النادي الاهلي، رزق ما يلحقهاش. خالد رضا يحاول يحجم، يا ولد على الاستلام، يا ولد على عرضيه، لكن اطول من الله. يا ولد لرضا سليم يلعب الكره العرضيه، لكن رزق في السكه يقطعها رزق، والفاول على رضا سليم ما فيهاش حاجه. رضا سليم يحطها على الارض. كهربا عايز يفوتها، لكن بقوه يشتت خالد رضا ويمنع فرصه هدف لصالح. يا ولد في الاولى، يا ولد في الثانيه، لكن الثالثه صعبه. بص الكره اتلعبت في خطا مشهور، يعني في خطا السرحان في نهايه اللقاء من علي الفيل، اراها وقطع ورقرض لغنام اللي عايز يسدد. غنام تسليم مره ثانيه، حكم اللقاء يعمل ديلي، وادي العرضيه لكن فيها اوف سايد. في الوادي عبد الكبير يرقص، يلعب الكره العرضيه، لكن اطول من اللازم يامنها. الكبير الوادي عايز يخش جوه 18، عايز يلعبها في الزاويه البعيده.